السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. هنعمل مع بعض النهاردة بامية جميلة جدا من غير تسبيكة ولا زيت ولا تخديع ولا أي حاجة. معانا بصلة صغيرة مقطعينها ناعم، معانا معلقة توم مهروس، ومعانا البامية ملح فلفل، ومعانا طماطم معصورة. معايا الشوربة دي من امبارح عندي في الفريزر في التلاجة، فأنا حطاها في التلاجة بتسع. باخد الوش، بتعمل وش، بشيل الوش وأعمل بيه الشوربة خفيفة مفيهاش دسم. هنحط هنا بصلة صغيرة جدا مخرطينها ناعم، ومعلقة توم مهروس، ونقلبهم كويس في الشوربة، ونضيف عليهم الطماطم دي مش متسبكة، معصورة وكانت في الفريزر لكن مش متسبكة. ما تعمليهاش بحاجة مسبكة، يعني احنا هنعمل أكلة خفيفة ني في ني. وحطينا البامية عليها. هنقلبها كويس ونسيبها على النار تستوي، نهدي عليها ونسيبها لما تستوي براحتها. عايزه اقول لك ريحتها جميله جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي، هيعجبك. مش هنعمل فيها اي تسبيكات. طبعا الباميه ما تحلاش من غير القرنين الفلفل الحار دول يترموا فيها كده. آه الريحه بتاعتها ما شاء الله لا قوه الا بالله. جميله جدا جدا. عايزه تسيبي الشوربه زي ما هي بالدسم بتاعها براحتك برضو. ولكن احنا هنا خلاص حطينا الثوم، فمش هنعمل طش الثوم فوقيها. ما سبكناش البصلة، خلاص حطيناها ني في ني عشان نعمل الحاجة خفيفة ونعملها. يعني اللي عايز يكمل دايت، او اللي عايز يوفر زيت وسمنة، او اللي عايز ياكل صحي يعني خفيف من غير اي زيوت ولا اي حاجة. عملنا معاها رز. احنا عاملين الرز قبل كده بس عاملينه من غير الشعرية برضو من غير زيت، محمرينها. اللي حابب يشوف وصفة الشعرية لما نحمرها من غير اي زيوت برضو يكتب لنا في التعليقات. ومعانا الليمون. وفضلا ليس امرا اللايك وتعليقاتكم ودعمكم للقناة. وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكم لمتابعتكم. ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويا رب يجبر خاطر الناس كلها ويرزق الناس كلها، والناس يا رب كلها تبقى مرضية. ويا رب كل وصفة عجبتكم. شكرا والسلام عليكم.